السلام عليكم. مرحبا بالجميع في حلقة جديدة اللي غادي نطرقوا فيها الخبر توقيف مولاي حفيد العالمي الوزير السابق في حكومة سعد الدين العثماني وزير التجارة والصناعة بمطار شارل دوغول بباريس لساعات طويلة، قصد التفتيش وقصد البحث في الهوية الشخصية ديال الوزير المغربي. السلطات الفرنسية القصد ديالها من هذا التفتيش ومن هذا الإيقاف كأنها توقف شخص غير معروف، كأنها توقف شخصية مبحوث عنها ومتابعة دوليا. السلطات الفرنسية قلنا بهذا الفعل هذا تحاول أن تبلغ رسالة لوجهة معينة، أكيد أن هذه الوجهة هي الرباط وهي المغرب. شنو هي التداعيات ديال توقيف مولاي حفيد العالمي في مطار باريس؟ ونشوفوا التفاصيل، فتابعونا وابقوا معنا. نجد الخبر هنا على هذه الجريدة الإلكترونية: جمارك فرنسا تخضع طائرة مولاي حفيد العالمي الخاصة للتفتيش الدقيق. نفس التفاصيل: تعرضت الطائرة الخاصة لمولاي حفيد العالمي الوزير المغربي السابق لتفتيش دقيق من طرف السلطات الجمركية بمطار شارل ديغول. وتعود تفاصيل الواقعة إلى الأسبوع الماضي، حيث أشارت مصادر صحفية أن سلطات الجمارك لم تكتفي بتفتيش المحيط الداخلي للطائرة، بل قامت بتفتيش قمرة القيادة، وتحققت من جواز السفر الخاص بوزير الصناعة السابق إلى جانب إجبار الطائرة على البقاء في الأراضي الفرنسية لمدة 8 ساعات قبل السماح لها بالمغادرة إلى مالقا الإسبانية. كذلك نجد الخبر في صحيفة أخرى: السلطات الفرنسية تهين وزير سابق بحكومة العثماني وتخضع طائرته لتفتيش دقيق. إذن هنا المسألة تتعلق بإهانة هذا الوزير، اللي هو وزير ليس وزيرا مغمورا غير معروف، بل هو وزير معروف، كان وزير التجارة والصناعة في الحكومة السابقة، ووزير يتقن اللغة الفرنسية ويتحدث اللغة الفرنسية كأنه فرنسي من مدينة باريس. كشفت هنا في التفاصيل نجد عدد من المصادر المتطابقة أن السلطات الفرنسية مطار رواسي شارل ديغول بمدينة رواسي أخضعت يوم 2 مارس 2023 الطائرة الخاصة لوزير الصناعة والتجارة السابق في حكومة العدالة والتنمية مولاي حفيد العالمي لتفتيش دقيق. إذا الخبر ورد في مجموعة من الصحف. هنا نجد نوع الطائرة التي اقتناها مولاي حفيد العالمي. جريدة الأيام: تفاصيل اقتناء مولاي حفيد العالمي طائرة خاصة وركنها في إسرائيل بتاريخ 19 نوفمبر 2022. تقريبا هذه الفترة هذه أو هذا التاريخ هذا جاء بعد خروج مولاي حفيد العالمي من وزارة التجارة والصناعة في الحكومة السابقة، وهذا هذا خبر ليس جيدا أو غير مقبول، لأن هذه مسألة خروج أي مسؤول وزاري أو حكومي من السلطة ثم بعد ذلك يقوم بشراء مقتنيات ثمينة جدا مثل طائرة، مثل العقارات الغالية جدا ومرتفعة الثمن. هذا يبقى محطة استفهامات ومحطة تساؤلات، رغم أن الرجل يعتبر من أغنياء المغرب، هو مالك مجموعة سهام للتأمين. من هنا نجد اقتنى في التفاصيل اقتنى مؤخرا وزير الصناعة والتجارة السابق رئيس مجموعة سهام مولاي حفيد العالمي من شركة طيران التركية بالمالي إير طائرة خاصة تحمل اسم داسو فالكون 7 إكس، ونقلا عن لوديسك، فقد تمت عملية الشراء عبر شركة تأسست سنة 2020 وتم تحويلها لاحتياجات الطيران مطلع 2022. طائرة، بعض الصور للطائرة، هي طائرة من فخمة، عائلية فخمة. هنا كذلك تعتبر هذه الطائرة من طائرات رجال الأعمال العائلية الراقية من طراز فالكون. إذن هذا الخبر يمكننا أن نعلق عليه كالتالي: المغطي بلباس الناس عريان. هذا مثال مغربي تيصدق على كل المسؤولين المغاربة اللي تيبغيو فرنسا واللي تيحملوا ربما الجنسية الفرنسية، واللي عطلة ديال نهاية الأسبوع تيقضيوها في فرنسا ويحملون الولاء لفرنسا والحب الدفين لماماهم فرنسا. إذن من هذا المنبر تنقولوا لجميع هاد الناس هادو اللي مغطي بلباس الناس عريان. مولاي حفيد العالمي لما كان وزير ديال الصناعة والتجارة كانت عنده مجموعة من الالتزامات، مجموعة من العلاقات اللي هي يمكن نعبروا عليها أنها علاقات ودية وعلاقات ديال المصالح إلى آخره مع فرنسا. لكن الوقيته اللي غادي ينسحب المسؤولية وغادي يخرج من هذه المسؤولية هذه رغم المكانة ديالو، ورغم أنه رجل أعمال عنده من يعد من المليارديرات المغاربة وعنده راس مال قوي ورئيس مجموعة تأمين سهام،
إذا كل هذه الاشياء هذه ما شفعتلوش المولاي حفيظ العالمي. وكذلك ما شفعتلوش انه تيتحدث الفرنسيه كانه فرنسي ولد بفرنسا ويعيش على النمط الفرنسي ويفكر بالفرنسيه، لدرجه انه في الاجتماعات ديالو اللي كان كيحضرها اثناء توليه مسؤوليه الوزاره، وزاره التجاره والصناعه، في مجموعه من المواقع لا يتحدث الا باللغه الفرنسيه. اذا بهذا المنطق هذا فهو وزير معجب، اذا بغينا نقولوا بالثقافه الفرنسيه. فهذا الارتباط ديال الوزير مع فرنسا لم يشفع له في هذه المحطه هذه، بل وحاولت فرنسا ان تستفز المغرب من خلاله وان تطبق عليه هذه الاجراءات التعسفيه من خلال التوقيف ديالو في الطائره الخاصه ديالو في مطار باريس، والتفتيش الدقيق للطائره، والبحث في جواز سفر الرجل كانه شخص مجهول غير معروف، لم يسبق ان ربطته علاقه بفرنسا وبالمسؤولين الامنيين الفرنسيين وغير الامنيين. هذا من جهه. من جهه اخرى فالمطلوب او المفروض هو ان كل وزير، كل مسؤول، وكل ذو مكانه في المغرب وفي خارج المغرب في باقي الدول العربيه خاصه التي كانت تخضع للاستعمار الفرنسي، ينبغي ان ياخذ العظه والعبره من هذا السلوك الفرنسي هذا. اذا فالمغطي بالباس الناس عريان كما يقول المثل المغربي. اللي مغربي او جزائري او تونسي او عربي عموما ومغطي بالباس او يريد ان يتغطى بلباس فرنسي او لباس دوله استعماريه كيف ما كانت، فهو في النهايه عريان او لا يملك لباسا. لهذا فالمطلوب من كل المسؤولين وكل ذوي المكانه في هذه المجتمعات هذه اخذ العبره من هذا الرجل او من هذا السلوك اللي اقترفته فرنسا في حق هذا المسؤول المغربي. اذا كان هذا هو التعليق ديالنا وهذا هو الخبر ديال هذه الحلقه هذه، اللي نبغيو نقولوه دائما اننا نذكروا ان الدول الاستعماريه عموما لا تلتزم، او الدول لا تلتزم بحمايه من يتعاملون معها سواء كانوا خونه او متعاونين او غير ذلك. وخير دليل على ما نقوله هو المشهد الاخير الذي رايناه مثلا في افغانستان حينما كانت امريكا او حينما غادر الجيش الامريكي لمطار كابول، كيف ان العملاء والخونه والمتعاونين مع الجيش الامريكي كانوا يفرون او يحاولون الفرار في الطائرات وغيرها، وتم تركهم عرضه للهلاك في هذا المطار هذا، او عرضه لعقاب وصوت حركه طالبان. اذا هذه المحطات هذه هي عبره لمن يعتبر الولاء لا يكون الا للوطن، الولاء لا يكون الا للثقافه الاصليه وللامه التي ننتمي اليها. السلام عليكم.